ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم العبقري. لو أول مرة بتشوفني اعمل لايك واشترك في القناة. ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. انا هتكلم معاكم في الفيديو ده عن مسلسل على نسبة مشاهدة. المسلسل ده بيتعرض في رمضان. هو من 16 حلقة. القصة بتاعته باختصار هو حرفيا جايب لك قصة حنين حسام، اللي هي كانت البلوجر الشهيرة، يعني لو انتوا تفتكروها. نفس الأحداث اللي هي عملتها في حياتها هو جايبها لك وعاملها لك في مسلسل. طبعا هو ما فيهوش مط كتير ولا تطويل، لأن هو 16 حلقة سريع خفيف. هو زي ما بيكلمك بقى عن البداية بتاعت حنين، ان هي ما كانتش معروفة قوي، وبعدين واحدة واحدة بدأت تتعرف. اول ما بدأت تتعرف ناس حد قال لها على التطبيق اللي هو اللي بدأت تدعي البنات ليه ان هي تفتحي الكاميرا وكلمي رجالة واطلعي هتلبسي محترم وهتطلعي باحترام، واعملي دعاية للبرنامج وهتقبضي بدولار والكلام من ده. وفي النهاية بتقبض عليها وبتسجن. وانتوا عارفين طبعا مصير حنين حسام. المسلسل بيناقش نفس القصة، جايب لك ضايف لك بقى حاجات درامية بقى، يعني عشان حاجات يعني تزود المشاهدة وتعمل حلقة يعني. جايب لك ان شيماء دي من منطقة فقيرة وعايشة مع اهلها. طبعا في الحقيقة ان حنين حسام ما كانتش من منطقة فقيرة، والكلام ده هو ضايف. المسلسل ضايف شوية حاجات يعني عشان يعمل لك مسلسل زيادة. لكن زي ما اقول لك المضمون هو واحد، اللي هو البنت اللي بتشتغل على السوشيال ميديا، اللي فجأة بتجيب مشاهدات كتير، اللي فجأة حد بيوز لها ان هي تعمل دعاية لتطبيق ابلكيشن، بتعمل له دعاية ان هي تخلي البنات تخش فيه وهتكسب منه، هتطلعي لايف ولبسها محترم وهتكلمي رجالة. طبعا ده كله حاجات مش كويسة، يعني دي كلها تحت مسمى الدعارة الإلكترونية. ف ده نفس القصة. لكن بقى ضيف بقى على كده زي ما قلت لكم، اللي هي بقى بنت فقيرة عايشة مع أهلها، بتقابل بقى إيه صعوبات بقى من زمايلها في المعهد. ليها أخت بتحقد عليها، زمايلها بيحقدوا عليها، حاجات طبعا أحداث درامية كده، ما يعني حشو في حشو. بس زي ما قلت لكم المهم إن هو بيناقش قصة حنين حسام. عايز أقول لكم إن حنين حسام هي أول حرفيا بلوجر حد ياخد الاحداث اللي حصلت لها ويعمل لها مسلسل زي ما انتم شايفين. يعني هتقول لي انت ليه بتقول ان المسلسل ده عن حنين حسام؟ يعني ما عندك كذا واحده كانت في السوشيال ميديا بلوجر اتقبض عليها ونفس قصه حنين حسام، زي مودة الادهم وغيره وغيره. اقول لك لا، هي حنين حسام لسبب، لان هي الوحيده اللي عملت دعايه على تطبيق. يعني هي عملت الوحيده اللي عملت دعايه للتطبيق، اللي هو تطلع تتكلمي منه باحترام والكلام ده. هي الوحيده اللي عملت الموضوع ده. الباقيين اتقبض عليهم بس مش كانوش بيعملوا كده. هم كان حاجات تانية، فيديوهات مخلة، كلام مش كويس بيقولوه، حاجات كده. لكن الوحيدة اللي عملت دعاية للتطبيق زي كده هي حنين حسام. المسلسل كله بيناقش الموضوع ده، بيناقش تأثير السوشيال ميديا والكلام ده، ممكن توديك فين وممكن توصلك لفين. وطبعا في النهاية بتقبض عليها والقصص دي اللي انتوا عارفينها. مسلسل جميل جدا يحترم، بيناقش فكرة جديدة. حبيت اقول لكم كده باختصار. طبعا انصحكم تشوفوه لو حابينه. يعني هو مسلسل زي ما قلت لكم سريع، ما فيهوش تطويل كتير، هيعجبكم. من 16 حلقة هو، وبس كده.